زلزال في سويسرا. كونغرس الفيفا يصدم السنغال بقرارات عقابية غير مسبوقة، ولقد جع يفجر المفاجأة الأضخم. صدمة وانهيار الترنجة. الفيفا يثبت أحقية المغرب باللقب ويهدد بحرمان السنغال من كأس العالم. في البداية وبأعلى صوت، عطب أفواهكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة والسلام على رسول الله، يا مغاربة العالم، يا عشاق الحق والعدالة الرياضية. إذا كنتم تفتخرون بوطنكم وسعداء بعودة الحق لأصحابه الشرعيين بعد طول انتظار، فلا تبخلوا علينا. فجروا زر الإعجاب فوراً، واكتبوا في التعليقات وبكل فخر ديما المغرب. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل ليصلكم كل جديد وحصرياً لحظة بلحظة عن هذه القضية التي هزت الرأي العالمي. هل كنتم تتخيلون يوماً أن يصل التعنت الرياضي إلى حد احتجاز كأس قارية؟ هل صدقتم أن لاعباً يجرؤ على رفض تسليم الميداليات أمام أنظار العالم؟ ما سنكشفه لكم اليوم ليس مجرد خبر، بل هو زلزال سياسي ورياضي ضرب سويسرا وارتعدت له ديكار. الفيفا لم يعد يحتمل الفوضى، والسكوت المغربي لم يكن ضعفاً، بل كان هدوء الأسد قبل الانقضاض. والآن أتى وقت الحساب. التفاصيل قادمة وهي صادمة جداً. في تصريحات خاصة حصرياً لموقع فوتبول سبورت، فجر أسطورة التحكيم ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الإيطالي الصارم بيرلويجي كولينا قنبلة مدوية كشفت المستور وراء كواليس اجتماع لجنة الانضباط الأخير في الفيفا. كولينا أكد وبكلمات حازمة أن هذا الاجتماع شهد الكشف عن تطورات خطيرة جدا ومزلزلة تتعلق بالنهائي الفضيحة لكأس إفريقيا بين أسود الأطلس وأسود الترنجة. وأوضح كولينا في تفصيل صادم أن لجنة الانضباط لم تكن تدرس مجرد غرامات عادية، بل كانت تنظر بجدية تامة في فرض عقوبات صارمة وقاسية جدا على المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي على حد سواء. لماذا؟ بسبب الأحداث الفوضوية والمشاهد العبثية التي شهدتها المباراة النهائية، والتي اعتبرها كولينا بخبرته الطويلة أحداثا غير مسبوقة ومشينة في تاريخ كرة القدم الإفريقي العريق. وشرح كولينا التسلسل الدرامي للأحداث، مؤكدا أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قد اتخذت بالفعل قراراً حاسماً وقانونياً صارماً قبل تدخل الفيفا، حيث أقرت رسمياً بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 واعتباره بطلاً رسمياً ووحيداً للمسابقة القارية بناءً على الوقائع الميدانية. ولكن هنا كانت المفاجأة الكبرى والفضيحة التي أذهلت الفيفا. كشف كولينا عن رفض الاتحاد السنغالي تنفيذ هذا القرار الرسمي الصادر عن الكاف، متمسكا بالتعنت والرفض بحجة وهي وجود تدخلات داخلية. هذا الرفض السنغالي زاد من تعقيد الموقف بشكل خطير، وأثار جدلا واسعا وعقيما داخل الأوساط الرياضية، مما استدعى تدخل الفيفا بقوة لفرض الانضباط. وفي ذات السياق شدد كولينا على الدور الحاسم والشجاع للحكم الكونغولي الذي أدار المباراة. هذا الحكم لم يتواطأ ولم يخشى الضغوط، بل وثق في تقريره الرسمي والنهائي. الحقيقة الكاملة أن المباراة توقفت بشكل نهائي وقاطع بعد انسحاب المنتخب السنغالي بالكامل من أرضية الملعب. وذكر التقرير أن هذا الانسحاب جاء عقب أحداث شغب واقتحام جماهير فوضوية لأرضية الميدان، مما استحال معه استكمال اللقاء. وأكد كولينا أن هذا التقرير التحكيمي الموثق كان العنصر الأساسي وحجر الزاوية التي اعتمدت عليه الفيفا والكاف لاتخاذ القرارات النهائية العادلة. وبناء على ذلك أعلن كولينا أن الفيفا قرر فرض عقوبات تأديبية فورية، إيقاف مدرب منتخب السنغال لعدة مباريات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية باهظة وقدرها 300 ألف دولار أمريكي. 300 ألف دولار على الاتحاد السنغالي بسبب مخالفات جسيمة وانتهاكات واضحة وصارمة للوائح والانضباط. واختتم كولينا تصريحاته برسالة حازمة لكل من تسول له نفسه العبث بقوانين اللعبة، مؤكدا أن الفيفا لن يتهاون أبدا مع أي تجاوزات تمس نزاهة وسمعة كرة القدم، وأن العدالة الرياضية ستظل فوق كل اعتبار، وأن هذه القرارات المتخذة جاءت لحماية سمعة كرة القدم الإفريقية والعالمية من العبث. لكن هل توقف الأمر عند كولينا؟ أبدا. اسمعوا ماذا فعل رأس الهرم بنفسه. ففي حديث ناري لصحيفة بلاك سبورت، لم يتردد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في وصف ما حدث في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال بأنه يعد من أخطر الأزمات في تاريخ كرة القدم الإفريقية على الإطلاق. بل ذهب إنفانتينو إلى أبعد من ذلك، واصفاً الواقعة بعبارات قوية جداً: إنها أكبر سرقة كروية شهدتها القارة السمراء في تاريخها.
إنفانتينو وبلهجة شديدة اللهجة أكد أن المغرب والمنتخب المغربي تعرض لظلم واضح وفاضح نتيجة الأحداث الغوغائية التي أفسدت المباراة النهائية وأثرت بشكل مباشر وغير قانوني على نتيجتها. وأوضح رئيس الفيفا أن المباراة توقفت بشكل رسمي وقاطع بعد انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب، وهو الأمر الذي تم توثيقه بشكل لا يدع مجالا للشك من قبل الحكم وتقارير المراقبين الرسميين. كما أشار إنفانتينو بوضوح إلى أن اقتحام الجماهير السنغالية لأرضية الملعب ساهم بشكل مباشر في إنهاء اللقاء قسريا، وهو ما يخالف القوانين واللوائح الدولية بشكل صارم وصريح. وفجر إنفانتينو المفاجأة الأضخم أن الاتحاد السنغالي يرفض حتى الآن تسليم الكأس والميداليات، في خطوة وصفها رئيس الفيفا بغير المقبولة والهاوية. ووسط هذه الفوضى السنغالية كشف إنفانتينو أن الفيفا يدرس الآن فرض عقوبات إضافية مرعبة، وقد تكون القاضية قد تصل إلى استبعاد المنتخب السنغالي بالكامل من البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم القادمة، إذا استمر هذا التعنت والتمرد على القرارات الدولية. وأشار إنفانتينو بصرامة إلى أن العدالة الرياضية تقتضي وبشكل عاجل إعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها الحقيقيين، مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب يستحق اللقب القاري بناء على القرارات الرسمية الصادرة. ولم ينسى إنفانتينو الإشادة بدور بعض اللاعبين، وعلى رأسهم النجم إبراهيم دياز الذي كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي والبطولة. واختتم رئيس الفيفا تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي لن يسمح بمرور مثل هذه الأحداث دون محاسبة عسيرة وساحقة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية نزاهة المنافسات وإعادة الثقة للجماهير في كرة القدم المنهارة. وبعد كل هذا، هل سكت رئيس الكاف؟ اسمعوا اعترافاته الصادمة. ففي تصريح لشبكة أفريقيا سبورت تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعيون ملؤها التعب عن الضغوط الرهيبة والهائلة التي تعرض لها هو والكاف خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتهامات العنيفة التي وجهتها له بعض الجماهير المغربية بالتواطؤ مع المنتخب السنغالي. موتسيبي أكد وبنبرة حزينة أنه تحمل الكثير من الضغوط النفسية الهائلة سواء على المستوى الشخصي أو العائلي، لكنه ظل متمسكا وبشدة بمبادئ العدالة والنزاهة التي تربى عليها. وأوضح موتسيبي في اعتراف ضمني بصحة الموقف المغربي أن القرارات الحاسمة التي اتخذها الكاف جاءت بناء على تقارير رسمية قاطعة ومعطيات واضحة لا تقبل التأويل، مشيرا إلى أن منح اللقب للمنتخب المغربي لم يكن قرارا عاطفيا أو مجاملة، بل كان نتيجة طبيعية ومنطقية للأحداث الفوضوية التي شهدتها المباراة النهائية. وأضاف موتسيبي أن ما حدث من انسحاب سنغالي واقتحام جماهيري يعد خرقا صريحا وواضحا للوائح الكاف، وكان لابد من التعامل معه بكل حزم وصرامة لإيقاف هذه الفوضى. وأشار موتسيبي إلى أن الكرة الإفريقية تمر بمرحلة حساسة ودقيقة جدا تتطلب إصلاحات جذرية وهيكلية. وبشكل مفاجئ أعلن موتسيبي أنه مع اقتراب نهاية ولايته قرر رسميا ترشيح السيد فوزي لقجع لخلافته في رئاسة الكاف، معتبرا أن لقجع يمتلك الخبرة والحنكة والرؤية الثابتة لتطوير الكرة الإفريقية وإخراجها من وحل الأزمات. ورغم ذلك أقر موتسيبي بوجود معارضة شرسة ومحاولات للعرقلة من بعض الدول مثل مصر والجزائر والسنغال، لكنه شدد بلهجة قوية على أن الهدف الأساسي والأسمى هو مصلحة الكرة لكل كرة القدم الإفريقية، أم أن الطريق لا يزال طويلا وشائكا. ولا تنسوا الدعاء. اللهم انصر المنتخب المغربي واحفظ لاعبيه وجماهيره واجعل الحق ظاهرا